اليوم صوت الخليلي هو الصوت الأعلى سماحة. استغفر الله، نقول صوت الحق هو الصوت الأعلى، سواء قاله الخليلي أو غيره. في عام 1946 في شهر فبراير ألقى محاضرة في بشاور، قال فيها مع الكلام، قال: سيأتي بلا شك اليوم الذي تتحير فيه الشيوعية في موسكو نفسها بدون أي ملجأ، وتتعثر فيه الرأسمالية في واشنطن نفسها بدون أي منجأ، وتهيم فيه المادية في جامعات لندن وباريس، وتتلاشى فيه العنصرية حتى عند البراهمة والألمان، وإنما تبقى عبرة في التاريخ قصة من يحمل عصا موسى تحت إبطه وهو يخشى من الحبال والخشب. هذا يشير إلى المسلمين يحملون القرآن ولكنهم يخشون من هذه الأوهام.